السلام عليكم طلاب السادس الاعدادي وطالبات السادس الاعدادي. الانجليزي مو صعب، بس الطريقه اللي انت مستخدمها هي صعبه، والدليل انت اجلت بالدور الاول، وكثير من الطلاب طلبوا من عندي انه اشرح المواضيع الصعبه اللي تعتبر صعبه، هي مو صعبه، فحتى يستخدموها بالدور الثاني، وان شاء الله لبيت لهم الطلب، وراح ابدي بشرح بعض المواضيع اللي تكون صعبه عليكم بالامتحان وهي قواعديه، وراح ابلش وياكم بموضوع اليونت الثاني الدرس السادس الافعال السببيه. زين، خلينا نشوف هي شنو هي الافعال السببيه بالبدايه، وليش سموها سببيه، وشلون نستخدمها. الافعال السببيه هن ثلاث افعال، عندك الهاف والجيت والميك. هذول الافعال السببيه نستخدمهم بدلا من الفاعل الحقيقي للجمله، بحيث من نقول اني رحت زينت، مفهوم الجمله انه انت رحت وزينت نفسك، لا بس هو بالمقابل اكو حلاق هو اللي بدا يحلقك، بس ما ذكرنا اسم الحلاق لان ما راح نستفاد منه وهو ما معروف، فاني قلت رحت زينت، رحت صلحت السياره، هو الفيتر صلحها بس انا ما قلت الفيتر، قلت اني صلحت السياره، يعني اني كنت سبب في ايصال السياره للفيتر. زين، هسه هذا الموضوع، فقلنا تسمى بهذا الاسم لأننا نستخدمها بدون ذكر الفاعل الحقيقي. تسمى بهذا الاسم لأننا نستخدمها بدون ذكر الفاعل الحقيقي، والأفعال هي هاف وجيت وميك. شباب، الهاف والجيت والميك المنطوق مالتهم في السؤال يقول Use the correct form of half. طبعا يجي بس واحد، يعني مو ثلاثة. استخدم الشكل الصحيح من الهاف او من الجيت او من الميك. زين، هذني من استخدمهن وين اخليهن وشلون الحل. اول شيء شكلهن الصحيح كلهن تستخدمهن بالماضي، يعني الهاف هنا الهاف راح نقول تصير هاد، يعني من يقول لي هاف انا بالحل استخدمها واسويها هاد. من يقول لي استخدم الجيت فاني راح استخدمها واسويها got. ومن يقول استخدم الميك فاني بالماضي احولها الى ميد، يعني لازم انت تحولهن الى ماضي. اولا من شفت واحد من هاي الافعال وقال لك استخدمهن، هن شنو؟ هن افعال سببيه، استخدامهن بيا زمن نستخدمهن بالماضي، فقبل احولهن للماضي يعني ما يصير تنزلهن نفسهن. زين، بعد هذني الاثنين راح ياخذن تصريف ثالث، والتصاريف الثالثه هن فقط اللي بالمثال او بالتمرين، وعندك تمرينين خاصات بيها، فانت راح تروح على التمرين وتحفظهن. ولحسن حظك يا طالب انه هن اغلب الافعال هن تصاريف، ما عدا يمكن فعلين واكو اثنين ياخذن ايدي او اثنين شاذات، فتحفظ لي اياهن وفضل. زين، الميد هذا ياخذ مجرد، فهسه صار عندي نوعين. النوع الاول الهاد والجوت اللي ياخذن تصاريف، طبعا هذا حلهن شكل. زين، والميد حلها شكل لان ياخذ مجرد. اذا هسه عندنا الهاد والجوت ياخذن تصريف، حلهن شكل، والميد اللي هي كانت ميك تاخذ مجرد، هذا هم حله شكل. زين، نجي على الحل، شلون راح احلهن؟ امهات التصاريف ليش اثنين؟ خوب وحده، هذا بالحل ما ياثر عليك، يعني اذا جيت وقلت هاد انطاني او جوت هو ما ياثر، نفس القاعده. بس كمعلومه انه الهاد الفعل اللي قمت به مو بارادتك، يعني مثلا انباقت محفظتي او انباقت سيارتي، خو ما انا قلت للحرامي تعال بوقني، هذا الشيء خارج ارادتي. اما الميد او الجوت لا، الجوت احنا رايحين بارادتنا، انا رحت للحلاق وطلبت من عنده يحلقني، فهذا الفرق بيناتهم. اذا الهاد هو فعل دون قصد، فعل دون قصد، يعني ما قايل للحرامي تعال بوقني. اما الجوت لا، فعل بقصد، انا رايح ومتقصد افعل هذا العمل، اذا هنا فعل بقصد. زين شباب، اول ما تجي تحل هذني الاثنين اللي هي امهات التصاريف،
خلينا نقول الهاد والجوت اللي يجي وراهن تصريف. انت لا تظل تحفظ لي قواعد وهذا الفاعل وزائدا مدري منو هذا هيجي، هاي تدوخك. انت بالامتحان او بطريقه كلام، احنا ندرس لغه، احنا ما قاعدين ندرس قاعده وكذا، فلذلك اغلب الطلاب تلقيه يعرف يحل وياخذ 100 بس هو ما يعرف يحكي انجليزي. ليش؟ لانه بس يطبق قاعده، والقاعده تكون كبيره وما يعرف شلون يستخدمها. نجي على هذا شلون الحل مالتهن. من قال لي هاف وجوت، انا ايش راح اسوي؟ استاذ هذا قبل احولهن اصلا بالماضي استخدمهن، والحل مالتهن 3 خطوات. شنو هن؟ انزل احذف اقلب. شلون؟ انزل احذف اقلب، هاي هي الهاد والجوت هن هذين. انزل احذف اقلب. زين استاذ شو انزل شو احذف شو اقلب؟ اولا انزل، 2 احذف، 3 اقلب. زين استاذ دقيقه وخلينا نشوف شنو انزل شنو احذف شنو اقلب. ابوي انا معطيك الجمله وجدتك بالوزاره وبالكتاب وبكل الملازم مكتوبه الجمله، وقلت لك استخدم هذا الفعل اللي هو هاد او جوت اللي هي ننطيهم بالقوس هاف وجيت، يعني انت تحولهن الى ماضي. زين تنزل فاعل الجمله اللي احنا كاتبيه اللي هو اول كلمه، خاف ما تندل الفاعل، فاعل اول كلمه تنزله ما عليك بيه. زين استاذ واذا ماكو فاعل، واذا لم يوجد فاعل، اكو ضمير انت هو صفه تملك بس انتم ما تعرفوا صفه تملك وتقولون ضمير. عود من عنده اشتاق. شوف علي من دا يحكي قايل ماي يعني انا، فانت راح تقول اي. قايل هيز استاذ يعني هو الوليد، اذا الولد نقول عليه هي. هير استاذ هاي بنيه. they are استاذ هذول they، يعني هذا الجدول هسه احنا راح نشرح لكم عليه بس هنا اشتغل وياي. اذا لم يوجد فاعل نشتقه منين؟ من صفه التملك. استاذ ما نعرف صفه التملك، عم ضمير ما يخالف. زين هسه اول كلمه نزلناها اللي هي الفاعل اي هي شي احمد ليلى استاذ فاطمه. استاذ كاتب ماي فاذر كاتب ماي ماذر، شنو علاقتي؟ انزله هو فاعل انزله. زين ايش احذف؟ نحذف العباره التاليه asked somebody to. هذول 3 كلمات تحذفهم تلقيهم بالجمله احنا كاتبيهم، حذفهن. وش احط بمكانهن؟ زين حذفتهن، وش راح احط بمكانهن؟ ابويا هذا الفعل اللي احنا بنعطيكم اياه حوله بالماضي وحطه بمكان هذن ال3 كلمات تحذفهن استاذ. واذا لقيت بس السمبدي او بس التو او بس الاس هي 1 أو 3. انت اذا لقيت 1 أو 3 احذف لي اياهن هذني وعوض بالفعل الموجود بين الاقواس. بس بالماضي استاذ، بالماضي. زين وش نقلب؟ هن بقى عندك اخر كلمتين، اقلبهن 1 بمكان الاخرى. استاذ يعني قصدك المفعول به ويا الفعل نقلبه. انت كطالب سادس ما تعرف المفعول به وهذا فعل ما تعرفن، هن بقى عندك كلمتين اقلب لي اياهن 1 بمكان الاخرى، قدم واخر، تمام. والفعل عود حوله تصريف ثالث. ومنين اجيب التصريف؟ من التمارين، هي موجوده. هسه راح نحل التمرين ونشوف. اغلب التمارين الا واغلب الافعال الموجوده بالتمرين ترى هي موجوده تصريف، ويمكن لو 2 لو 3 انت عليك. فنقلب اخر كلمتين ونحول الفعل بي. شنو بي؟ تصريف ثالث. اذا من يقول لي use the correct form of have او of get، هن هذا شنو have و get؟ افعال السبب، بيا زمن تستخدمهن بالماضي. زين وشلون الحل مالهن استاذ؟ هذا امهات التصاريف لو ام المجرد؟ ام التصريف استخدمهن. يلا استاذ انزل واحذف واقلب، هيك حل. انزل احذف اقلب، انزل الفاعل احذف الاسكت somebody to واقلب اخر كلمتين واسوي تصريف بس. اي نعم هاي هي بس، انتهى الحل، خلاص روح طبق القاعده. زين نجي هنا
استاذ قلنا تسمى بهذا الاسم لاننا نستخدمها بدون ذكر الفاعل الحقيقي، والافعال هي لو هاف، لو جيت، لو ميك، ونستخدمها بالماضي. كاتب لك اياها كملاحظه. ويكون منطوق السؤال في الامتحان يوز، استخدم the correct الصحيح form الشكل، يعني الشكل الصحيح of have، يقصد بالشكل الصحيح يعني بيا زمن، واحنا ندري الزمن مالتهن كلهن بالماضي. زين، ملاحظه جميع الافعال نستخدمها في زمن الماضي، فعندك الهاد تصير الهاف تصير هاد، الجيت تصير جات، الميك تصير ميد. فجينا حكينا لك الخطوات. اولا امهات التصاريف ذول الاثنين اللي هي الهاد والجوت ياخذن تصريف ترى. اي ملاحظات الحل استاذ، نضع الفاعل يعني ننزل الفاعل، نحذف هذني الاسكت somebody to، ونضع الفعل المعطى بين الاقواس بعد تحويله الى الماضي. استاذ يعني نحول هذا الفعل اللي انت كاتبه بين الاقواس للماضي ونحطه بمكان الثلاث خطوات. ثلاثه نقلب اخر كلمتين، وش نسوي؟ استاذ يعني قصدك المفعول به مع الفعل، ونحول الفعل الى التصريف الثالث. زين استاذ هاي شنو؟ تعال خلينا نحل وحده. ناخذ مثال، كاتب she asked somebody أو someone أو أحمد أو ذكار أو أي شيء somebody to clean the room. هاي الجملة اللي تجيك بالوزارة وقايل لك استخدم الشكل الصحيح من الهاف. هو شنو هو الهاف قلنا؟ صار فعل سبب، بيا زمن تستخدمه بالماضي، ياخذ تصريف لو مجرد تصريف. خطوات الحل مالتك انزل، احذف، اقلب. تعال شو تنزل استاذ؟ ننزل الشي هنا، هذا الفاعل نزلناه، الاست والسامبدي والتو هذني حذف. استاذ انت قلت نحذف، وش نحط بمكانهن استاذ؟ الفعل اللي انت كاتبه بين الاقواس بس بالماضي حطيناه استاذ هاد. بعد استاذ هاي كلمه وهاي كلمه، اقلب وحده بمكان الاخرى، يعني جيب الروم ذا روم والكلين وديها بالاخير. زين، وبعد استاذ بس هذا قلنا الكلين يصير تصريف، هذا تصريفه ايدي، وصار عندي شي هاد ذا روم كليند، يعني قلنا هي طلبت من شخص ما ان ينظف الغرفه. احنا ايش قلنا لك؟ تنظفت غرفتها. منو نظفها؟ او هي نظفت غرفتها؟ هي من هي استاذ؟ منو هي نظفتها؟ لا، شخص ما طلبت من عنده ونظفه. زين، قلنا هذا الفاعل موجود نزلناه. زين، هاي الجمله الثانيه استاذ بس بيها باديه بسامبدي، وانت قلت سامبدي او سموان او احمد، هذا يحذف. فتجي ابويا هذا تحذفه. سامبدي حذفناه. زين، الفاعل وين؟ انت تقول انزل واحذف واقلب. زين، هو وين هذا الفاعل؟ تجي هنا هذا الضمير اللي هو احنا نسميه صفه تملك، بس انت تقول ضمير ما يخالف. ماي روم، مال من الغرفة؟ مالتي، يعني انت منو؟ اي، اذا استاذ هو الفاعل اي. زين، واذا قال هيز روم، الهيز يعني غرفته هو وليد، استاذ هاي داله على ولد فيصير الفاعل هياتي، نشرح لك اياها هنا. اذا منطينا ماي نقول له يعني الي عايده الغرفه فنقول اي، واذا قايل الهيز فهنا استاذ راح يصير الفاعل هي، واذا قايل هير روم يعني غرفتها فتصير الفاعل شي، واذا قال يور روم استاذ تبقى يو، هذا تتحول الى يو، الفاعل يو. زين، واذا قال ذيار فيصير ذي، واذا قال اور فنقول وي. طبعا هو ما جاب اكثر من كلمه ماي وهيز، فانت ركز على هذولي. زين، هسه استاذ انت قلت هذه الاي اشتقيناها منين؟ قلنا جبناها من الماي. زين، ايش راح نسوي هسه؟ طبق الخطوات ابويا. هو كان عندك مشكله ماكو فاعل، لقينا للفاعل منين؟ من الضمير، فقلنا هاي الماي يعني قال اي. السامبدي حذفتها. زين، وين الثلاث كلمات؟ هي اذا وحده واذا اثنين واذا ثلاثه، ايش تلقى؟ احذفهن. وجيب لنا هذا الفعل بس سويه بالماضي، راح نقول صار got. زين،
بقت هاي الكلمه وهاي الكلمه. للعلم ماي ما تحذفها، ترى احنا بس شفناها شنو هي واشتقينا من عندها. فهاي الماي روم تتقدم ماي روم، والكلين راح تقول عليها صارت ايدي لانه تصريف، صارت كليند. فسامبدي كلين ماي روم استخدمنا الجيت، فجينا قلنا لك يابا هي ما بها فاعل اشتقيناه من الماي وصارت اي. السامبدي حذفناها، نزلنا فاعل، حذفنا ثاني كلمه وجبنا الجيت حطيناها صارت بالماضي جوت. واستاذ قلبنا اخر كلمتين اللي هي الماي روم وودينا كلين بالاخير وصارت كلين وانتهى. هاي هي خلاص زين. بس هيك هو بس هيك، بس انت واجبك تروح على التمارين تحفظ للتصاريف، هذا هو. اذا هسه نعيد، اذا قال لك استخدم الهاف او استخدم الجيت، انت ايش راح تقول؟ استاذ هذا افعال السبب ويستخدمن بالماضي كلهن. زين هذا ياخذن تصاريف، واذا اخذن تصاريف يعني انزل احذف اقلب، فتيجي تنزل الفاعل تحذف الاست والسمبدي والتو وتقلب لاخر كلمتين، والاست والسمبدي والتو قلنا بيش نعوضهن بهذا الفعل المعطى بين الاقواس ولكن بالماضي وخلاص. واذا ماكو فاعل عود اشتق لنا يا من هنا مخلي لك احنا ضمير تشتق منه. ملاحظه جت جمله استاذ ما بيها است وسمبدي وتو، منين احذف لك هسه؟ ابويا اذا ما بها اس somebody to، فملاحظه اذا لم نجد اس somebody to نحذف اول كلمه ايا كانت الكلمه، احذف لي اياها ما اريدها. من تشوف ماكو اس somebody to احذف اول كلمه، the teacher، a photographer، a engineer، ايا كانت، احمد، علي، احذف. نحذف اول كلمه اي وش نحط بمكانها؟ انت كل حذف اكو تعويض مثل الرياضيات، انت ما تحذف كلمه اذا ما تعوض بمكانها. حذفنا اس somebody to عوضنا بمكانها. زين هسه هاي اول كلمه من حذفناها شو تعوض بمكانها؟ تروح تجيب لي الكلمه الاخيره بس بشرط تكون عاقل، يعني داله على عاقل. the witness، the lady، the boy، the man، my father، كلهم عاقل. تحطها بمكان هاي اللي حذفتها. اي كمل الخطوات بعد. يعني نحذف الكلمه الاولى ونجيب الاخيره اللي هي شنو هي هاي الاخيره؟ استاذ الاخيره تكون عاقل، لازم اجيبها بالبدايه. وهاي المحذوفه الاول وحده وين اوديها؟ حط بمكانها هاد وقات. زين وبعدين اخر كلمتين نقلب سوي تصريف. واذا ماكو طلعت اذا ماكو عاقل، قايل اذا لم تكن عاقل نشتقها حسب الجدول. هم نفس الشيء، هم حاطين لك ضمير اشتق من عنده واطلع لنا قبل حسب الجدول ونكمل بقيه الخطوات التي ذكرناها. بالله استاذ شلون؟ انطينا المثال مالتها. راح نجي نكتب لك المثال اللي هو عندنا مثالين يعني اكثر شيء يتكررن. يقول a photographer، a photographer المصور يعني علاوي، took a picture يعني أخذ صورة of the witness للشاهد. وانتم عندكم هاي الكلمة باليونت الثاني witness يعني الشاهد. وقايل استخدم use the correct form of have. تعال جاوب. استاذ هي الهاف ادري بها فعل سبب، زين، وتاخذ تصريف ادري بها وانزل احذف اقلب اعرف، بس هسه اذا اجي ادور اس somebody to ماكو. زين شلون راح اجاوب؟ عيني تجاوب بهاي الطريقه. اول شيء قلنا تحذف الكلمه الاولى اللي هي a photographer وتروح على الكلمه الاخيره اللي ورا حرف الجر هاي. شوف ان اياها عاقل. اي استاذ كاتب ذا ويتنس، جيبها بالبدايه، حطها بالبدايه. اذا نكتب ذا ويتنس، ذا ويتنس. ذا ويتنس. خوش، جبنا الاخيره حطيناها بمكان هاي اللي حذفناها. المحذوفه شو عوض بمكانها؟ ايش قلنا لك ايش تستخدم؟ قلنا لك استخدم الهاف. الهاف استاذ يصير بالماضي هاد،
بعد استاذ هاي الكلمه وهاي الكلمه، طبعا حرف الجر اخذنا الكلمه مالته الاسم المجرور، فبعد ما يفيدك انت يعني تحذفه. هاي الكلمه توديها هنا وهاي تجيبها هنا، يعني نقلب اخر كلمتين. حذفنا هاي الاولى جبنا الاخيره، المحذوفه عوضنا بمكانها هاد. زين اخر كلمتين نقلبهن ونسوي تصريف فتصير a picture، والتوك استاذ راح نسويها taken. خلصت. هي هاي؟ نعم هي هاي اصعب وحده عود عندكم يعني. زين استاذ لا هو جابها مو هيك، كاتب لنا مو هيك، كاتب a photographer صح. توك استاذ حاط ضمير hair picture. ويريد use the correct form of have. هم فعل سبب. بها ask somebody to؟ لا عاد روح اشتغل على اللي قلت لك عليه. الملاحظة استاذ نحذف الكلمة الأولى ونروح على الأخيرة نشوفها عاقل لو لا والله استاذ بيكتشر يعني صورة مو عاقل. منين تجيب فاعل استاذ؟ مو هذا الضمير هياته شي يعني هير يعني بنية يعني الشي، حطينا فاعل جبناه. زين هسه المحذوفه شو تعوض بمكانها؟ الهاف راح تصير هاد. بقت عندك هالكلمه وهالكلمه. استاذ هير بيكتشر مو كلمتين ابويا، هذا الضمير ويا الكلمه يلا وحده، يعني هير بيكتشر ماي بيكتشر هيز بيكتشر هي وحده. تقلبهن ودي هاي بمكان هاي استاذ تصير هير بيكتشر. واستاذ التوك تصير تيكن. تصريف الثالث لازم تحفظه شباب. هي هاي المواضيع شباب مالتكم اللي هي تاخذ التصاريف. زين والميد قلت تاخذ مجرد شلون؟ هسه اجينا على الميد اللي هي اصلا يقول لك use the correct form of make. زين هسه قال استخدم الميك، احنا قلنا الميك اوتوماتيكيا تتحول بالماضي وتصير ميد ويجي وراها مجرد. شباب هاي لا تنزل ولا تحذف ولا تقلب، اصلا هاي كلش سهله. تجي بطريقتين. الميك راح تجينا بطريقتين، يا اما الجمله اللي احنا كاتبين لك اياها بالكتاب او بالوزاره بيها كلمه told او بيها كلمه because. فانت شوف الجمله مالتك شنو بيها؟ استاذ طلعت told، تحذف التولد بس التولد وحط بمكانها الميد وفي الجمله بحالها ولي غاد من عندها اكو تو احذفه، يعني بس هاي هي. هذا الحل مالها. شلون نعيد؟ استاذ قال لي استخدم ميك وانا اعرفها تصير ميد وتجي وراها مجرد، وانا رحت على الجمله لقيت مكتوب بالجمله تولد. شنو اللي اسوي؟ بس شيل التولد حط بمكانها ميد واكو لي غاد من عندها يعني وراها تو احذفه وعوف الجمله بحالها. نكتب المثال. كاتب لنا my father told me to call the police. استاذ قايل استخدم الشكل الصحيح من الميك. هي اما الميك مجرد لو تصريف، اذا تصريفات يعني تاخذ اللي هي قلنا عليها ننزل نحذف نقلب. لا والله استاذ هاي تاخذ مجرد. لا تشوف ام التولد لو ام البيكوز. استاذ بها تولد شيلها للتولد وحط بمكانها ميد وهاي التوش احذفها. هذا الحل كله لا تحير ولا ابد. استخدم الطرق البسيطه والفهم البسيط وبعدين جاوب. انت مو قبل تروح تحفظ لي طرق يعني معقده وتجي لا حافظ تصاريف لا حافظ طريقه حل وتريد تحل. لا اكيد طبعا صعبه عليك. زين استاذ هاي ام التولد هي هيك. واذا طلعت بيكوز للعلم شباب هن هذني مال الميد 3 جمل بالكتاب عندكم 3 جمل فلا تتخطاهن. اذا طلعت عندك بيكوز هنا قلنا ثانيا استاذ الميد ام الفعل المجرد. اذا جاء في الجمله كلمه التولد نعيد كتابه الجمله يعني عوفها بحالها ونغيرها بالميد ونحذف التول وراها. مثال my father told me to stay at home to call the police to go مدري وين. لك علاقه بيها تولد؟ لا ما بيها. بيها. شلت التولد حطيت الميد وهاي التو حذفتها انتهى الحل.
خلص عندك كل شيء. نزلت الجملة وصارت استاذ هذا الحل مالتي my father made me stay at home. زين الثانية استاذ إذا جاء في الجملة because يكون الحل. إذا بيها because آخر كلمة بالجملة عاقل ولا غير عاقل؟ مو مثل ذيك إلا عاقل. إيه نجيبها بالبداية، هاي الأخيرة حطيناها بالبداية، وراها حط ميد اللي هي احنا من كاتبين لك اياها بين الأقواس، ونكمل الجملة من البداية إلى حد because. يعني because واللي وراها ما أريدهن. شلون بالله استاذ؟ يقول إذا جاء في الجملة because يكون الحل، نضع آخر كلمة من الجملة في البداية كائن من تكون الأخيرة، حطها بالبداية وبعدها ميد، ثاني كلمة ميد استاذ، ونكمل الجملة من البداية لحد because. البيكوز واللي وراها ما نريدها استاذ، بس ترى هي تاخذ مجرد وانت كاتب بالجملة فعل ماضي، ونحول الفعل إلى مجرد. زين وين هالجملة استاذ؟ هياتها كاتب the leaves fell down because the wind. use the correct form of make. استاذ هنا اذا اريد اجاوب هاي شلون؟ بها told لو بها because؟ بها because. جيب لي الكلمة الأخيرة استاذ، هاي the wind، مباشرة وراها حط كلمة made كتبتها، وجيب الجملة من البداية لحد because. يعني هذن البقية بعد ما اريدهن استاذ. لعد the leaves هاي كتبتها، واستاذ هاي الفيل داون هم اكتبها. لا الفيل فعل ماضي رجعه مجرد يصير فول داون، هذا الحل مالتها. بس اي نعم بس صارت الكلمة الأخيرة وراها ميد، والفاعل مال الجملة اللي هو ذا ليفز استاذ، وهاي الفول المجرد، وهاي التكملة. زين البيكوز وينها؟ اوفها بعد ما تفيدك. زين الثانية استاذ يقول ملاحظة إذا كان فاعل الجملة ضمير مو اسم عود يجب تحويله إلى ضمير مفعول. يعني استاذ ما افتهمتك شلون. خلينا نكتب هاي الجملة. كاتبنا he locked، هياتها هي he looked outside because he heard the noise. يعني هو نظر خارجا لأنه سمع ضوضاء. شلون نحل استاذ؟ هي ام البيكوز، فنجيب الكلمه الاخيره بالبدايه فصارت a noise، وقلت الكلمه الثانيه وراها made. زين استاذ نجيب الجمله من البدايه لحد بيكوز، فنقول هي، واستاذ قلت نجرد الفعل، يعني هذا بايدي لازم تجرده فتصير lock outside. كمل الحال اي استاذ مثل ما قلت، حطيت الكلمه الاخيره، جبت ثاني وحده made، وهاي الجملة من البداية فاعل، وهذا جردته وكملت. زين انت شايف لك فاعل ينحط بالنص هو غير الفاعل بالبداية، عشان نسوي استاذ؟ قلبه مفعول به استاذ. مو ما اعرف انا يعني مفعول به حبيبي، هي تصير هم. زين واذا قايل شيء اقلبها hair. يعني استاذ هيات الجدول، اذا قايل الفاعل اي فمن احاوله يصير مي، فضل هذا. واذا قايل هي فاحوله هم، هي تحولته هم. واذا قايل شيء ترى يصير هي، واليو تبقى نفسها. هاي اليو ما عليك بها، هي تبقى نفسها، هي فاعل هي مفعول به. الذي استاذ لقيت هنا ذي شو تصير؟ them. والوي تصير us. خلص هذا الموضوع شباب، ونروح على الامثله مالته. زين استاذ هاي الامثله مالته او التمارين مالته نصا تجي بالوزاري؟ اي نصا. يعني بس احفظ التصاريف؟ اي نعم. لعد استاذ خلينا نشوف بالله اذا انت تقول هيك، نشوف بعض الوزاريات. طبعا انا كاتب لك ملف بوزاريات، وراح نشوف على الوزاريات نشوف لنا الملف مالتنا. قلنا التمارين اللي موجوده بالكتاب هي نفسها راح تجيك بالوزاري. هذا الوزاري 2020 preliminary scientific، يعني بالتمهيدي العلمي. قايل somebody stole my television. هاي الجملة حلها عن النص وقال I had my television. الهاد قلنا شنو تاخذ هنا؟ الهاد، هاي الهاد ام التصريف له ام المجرد. استاذ ان هذا مو افعال السببيه، اي هو حاط فاعل وحاط الهاد وماي تلفزيون. ايش تاخذ الهاد والجود؟ قلنا تصريف، اذا هذا هو الحل. زين يعني استاذ هنا الجمله الاولى
راح نكتب فقط الحل مالتها استاذ هو الستولن، لان هو مكمل الحل وفقط نختار له التصريف. طبعا للعلم شباب احنا قلنا الهاد والجوت ايش ياخذن؟ تصاريف، والميد ياخذ مجرد، فاحتمال يجنهن اختيارات وقال هاد والجوت بين قوسين مجرد لو تصريف، اكيد تصريف. زين، والمثال الاخر يقول لا انا كتبت لك ميد ايش تاخذ؟ مجرد لو تصريف، الميد تاخذ هنا المجرد. زين، واذا هو انطانا التصريف فنختار له الهاد، كاتب لنا هاد لو ميد من هي تاخذ تصريف؟ اكيد الهاد. الجيت لو الميد؟ اكيد الجيت. زين، واذا كتب لنا مجرد فمن تاخذ المجرد؟ الميد لو الهاد؟ لا اكيد هي المجرد تاخذ الميد. فنجي على الجمله الثانيه، كاتب ماي فاذر ميد مي، عندك ميد، هاي الجمله بيها كلمه الميد، فالميد يجي وياه مجرد لو ماضي وتصريف؟ اكيد المجرد، يعني الثانيه الحل مالتنا راح يكون مجرد. ليش مجرد؟ لان بيها ميد. 2020 ايضا بالادبي قال my father asked somebody to fix the computer، قال لك هذا الفاعل my father، وروح كمل لي الحل، استخدم الشكل الصحيح من الهاف. الهاف من هو؟ فعل سبب، ياخذ تصريف لو مجرد تصريف، بيا زمن نستخدمه بالماضي. شلون الحل مالته؟ انزل احذف اقلب. استاذ هم منزلين الفاعل اللي هو my father، هاي my father. زين، بعد استاذ الاست والسمبدي والتو احذفها واحط بمكانها الهاف بس بالماضي صارت هاد، وبعد اقلب اخر كلمتين واسوي تصريف، يعني الفيكس تروح بمكان كمبيوتر وكمبيوتر تجي بمكان فيكس. اذا هنا صارت the computer واستاذ الفيكس من اجيبها بالاخير ترى احط لها ايدي حتى تصير تصريف، وصارت my father had the computer fixed. الرابعه the wind made the leaves fall or falling، عندك made، الميد ايش تاخذ؟ مجرد لو تصريف؟ اكيد مجرد، فصارت عندي استاذ هنا الميد المجرد fall، واحنا حليناها هاي هسه قبل شويه. الخامسه قال my father asked somebody to clean the car، استخدم الهاف. استاذ انزل احذف اقلب، نزل my father، احذف. استاذ asked somebody to تحذف واحط بمكانها الهاد. زين، واقلب استاذ الكلين تروح هناك والكار تجي قبلها، اذا the car وcleaned، هذا الحل مالته. زين، السادسه my father told me to turn down the music، استخدم الميك. استاذ الميك هي لو تجي ويا لو ويا told، لو ويا because، انت ايش كاتب لنا told؟ حياهم الله، بس احذف التولد وحط لنا الميد. يعني استاذ السادسه انزلها نفسها my father، التولد راح ابدلها بميد مي، والتو احذفها استاذ قلت، وتير و down the music. السابعة he locked outside because، استاذ يريد يعني ميد، الميد هاي because، جيب اخير كلمة استاذ، هاي اخر كلمة اللي هي a noise. استاذ ونحط وراها مباشرة made ونجيب الجملة من البداية لحد بيكوز. بس استاذ هاي الجملة البداية مالتها فاعلها ضمير، قلنا نحوله إلى مفعول يصير هم، واستاذ اللوك نجرده ويصير لوك وحدها وout side. هذا الحل مالتك. 8 my father asked somebody to fix the computer. استاذ هاي ام somebody يعني ام الهاف، انزل واحذف واقلب، نزل الفاعل my father، احذف الاسكت somebody to، استاذ حذفتهن، وايش تحط بمكانها استاذ الهاف اللي هي راح يصير بالماضي هاد. استاذ اقلب اخر كلمتين، استاذ the computer، واستاذ الفيكس راح تحولها الى fixed يعني تصريف ثالث. هذا الحل مالتها. النقطة التاسعة a photographer took her picture. استاذ يقول استخدم هاف بس ما عندي ask somebody، روح للملاحظة. استاذ نحذف اول كلمة
حذفتها استاذ، هاي اول كلمه. جيب الاخيره بشرط تكون عاقل، والله الاخيره مو عاقل. اكو ضمير؟ اي اكو، اشتق منه استاذ. الهير يعني بنيه، يعني شيء. المحذوفه اللي حذفتها اول وحده شو تحط بمكانها؟ فعل السبب بس بالماضي هاد. بقى عندك اخر كلمتين التوك والهير بيكتشر، اقلبهم استاذ. هاي الهير بيكتشر نزلتها، واستاذ هنا التوك راح تصير تيكن. جيد زين استاذ. هاي العاشره somebody، قبل بادئ بسمبدي يعني هاي راح احذفها. فاعل وين؟ اشتق ابويا. هنا عندك الهاف وراح تشتق من عندها استاذ. كاتب ذيار يعني هم، فاعل ذي. زين استاذ somebody قلت تحذفها، هاي نزلت فاعل. منين جبته؟ من الضمير. زين وحطينا ذي. اي نعم. somebody احذفها، راح تصير استاذ هنا عند somebody حذفتها، حط بمكانها الهاد. وبعد استاذ ستول with the yard television وحده تنقلب بمكان الاخرى، يعني the yard television تنزل. واستاذ الاخيره اللي هي ستول اسويها تصريف عود، لا تتعب بس حط لها ان، ترى بس تحط لها ان صارت stolen. و11 the leaves fell down because of the wind، يعني الاوراق مال الاشجار سقطت بسبب الرياح. استخدم ميك استاذ. هاي الميك ام البيكوز. جيب الاخيره استاذ. هنا كاتب لنا ذا ويند، هاي الاخيره. وراها قلت نحط ميد، ونجيب الجمله من البدايه لحد بيكوز، يعني ذا ليفز. واستاذ هذا الفعل فيل ترى يتحول الى فول. شوفها هي هنا همينها هسه قبل شويه استخدمناها فول وداون. هاي هي. اي نعم هاي هي. ال 12 قايل لنا ماي فاذر ميد استاذ، بها ميد ويريد اختيارات. هي الميد مو ياخذ مجرد يعني ووش، ما تاخذ الايدي. ال 13 ماي فاذر اس somebody to fix the computer. استاذياتها مكرره قبل شويه حليناها. هذا منهجكم شباب، بس احفظ الطريقه اللي تجاوب بها، احفظ التصاريف واعرف ياها ام التصريف وياها المجرد، وانتهى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.